السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ مرحبا بكم معايا من جديد في روتينات بين البيت والعمل. رايحين نحضروا طاجين القرنوع بالبطاطا والجلبانه ونفرسيهم بصدر الدجاج المطحون. الحاجه الاولى مشيت نقلي البصله على جهه ودرت لها طماطم اللي كنت ديجا طحنتها معاكم، ولا تربي طماطم اللي ما كانش عندك واجده باش هذيك البصله ما تنحرقليش بميله. وجدت البطاطا تاعي كانت عندي حبه كبيره، قسمتها بين زوج وخويتها واسيت باش ما نوصلش للقاع باش ما نثقبهاش. وجبت القرنوع تاعي اللي كنت ديجا منقياته ومجدته وديرته في الكونجيلاتور. طحنت صدر الدجاج وتبلته، وتبليه نتيا كيما تبغي. انا درت فلفل اسود، شويه سكنجبير، وشويه تاع ثوم مرحي والملح، وعمرت هذيك البطاطا والقرنوع اللي كانوا عندي. طبعا هذيك البطاطا اللي قلعتها اللي خويتها يعني ما قصتهاش، تقدري تستعمليها في اي حاجه. بعد ما عمرتهم درتهم هنايا، بعد ما درت لي زيبيس تاوعي على هذيك الطماطم والبصله، درت الملح والفلفل الاسود والسكنجبير، حطيت هذوك الحبات اللي كانوا عندي معمرين تاع البطاطا والقرنوع، وزدت فوقهم الجلبان. وكنت على جهه الماء، عندي الماء طايب، مرغت بالماء طايب كما راكم تشوفوا. هذا هو الطاجين تاعي وخليته يطيب فيه هواه. شفتوا هنايا بعد ما خليته يطيب، شوفوا بعد ما طاب كيفاش ولا داير. نتمنى تجربوا هاد الطاجين ومع السلامه.